قبل الاجتهاد أو قبل الجواب على السؤال دعني أزكي ما قاله العزيز ربيع فيما يخص الوداد الرياضي، وسأكون أكثر قساوة في القول وأقول بأن هناك لاعبين الآن هم أمام محطة بين إما الاستمرار مع الوداد أو التوقف مع الوداد. مستواهم لم يعد يعجب أحدا، العملود، جبران، الحسوني ومترجي. أنا أعتقد بأن اللقاء في بريطانيا هو لقاء المصالحة مع الجماهير، وما أعظم جماهير فريق الوداد الرياضي وما تقدمه جماهير الوداد الرياضي. يعني في بريطانيا هؤلاء مطالبين أولا بالتركيز، بالانضباط، وببذل مجهود أكبر. مردودهم في اللقاءات السابقة هي ضعيفة وضعيفة جدا، وبالتالي أن لا مجال الآن للتراخي مجددا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، وأنا أتابع مدرب صن داونز عزيزي هيكل، وأتابع تألق شيبة وتألق الركراكي. أقول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: حان الوقت لإصدار قانون يحدد سن التدريب في المغرب. أنا أعتقد لم يعد مسموحا لمن يفوق سنه 55 سنة أن يتحمل مسؤولية التدريب في المغرب. فبالتالي يجب أن نعطي فرصة للشباب من قيمة سعد شيبة ومن هذا الجيل المتميز.